عنون ده نمبر 1 الكون في الالكترونيات، الصوت يملى العيون. انا طالع ومالي السقف والواحد مني بقلب مش عارفين يعملوا زيه. السلام عليكم مرة أخرى. محلات عنون أرخص سعر في مصر. قلنا يا جماعة مش هنقول بقى أرخص سعر في مصر، إحنا جبنا التحديات الحقيقية. جبنا الخلاط بتاعنا، الخلاط الديزل اللي حوالي 12 سرعة، تمام زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بالشفشة بتاعه اللي ضد الكسر، وجاي معانا بالعلامة الأصلية. زي ما انتم شايفين خلاط مميز جدا، نحاس، حاجة مميزة جدا قدام حضراتكم. الخلاط بقى النهارده ناس كتير كتبت لنا في التعليقات وفي التحديات اللي انت اتحط لنا فراولة مجمدة واتحط لنا مانجا مجمدة وازازة حاجة ساقعة تاني، بس يكون فيها حاجة ساقعة بقى، تمام. وجبنا لكم طوب عشان نكسره، وجبنا لكم كمان تلج عشان نكسره. شغال يا وحش؟ شغال يا قلب الوحش. زي ما اتفقنا وزي ما قلنا، عنون له مكان ثابت، يعني ما بيبيعش اونلاين، يعني ما بيبيعش اي منتج ويطلع المنتج بايظ زي المواقع كلها. لا، احنا عندنا محل ثابت ومكان ثابت في المنصوره يا جماعه، تيجي تشرفنا وتنورنا في اي وقت، تمام. هنكسر اول حاجه تاني بناء على طلب المتابعات والتعليقات والناس اللي شافوا كل الفيديوهات اللي فاتت. هنكسر تاني ازازه الحاجه الساعه، عشان الناس اول مره قال لك ازازه الحاجه الساعه خفيفه اللي هي بتاعت ستينج، فجبنا شويبس قلنا نغير خالص، تمام. حاجه الساعه قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ازازه حاجه ساعه والله يا جماعه، تمام. وزي ما قلنا يا جماعه احنا مش جايبين الخلاط دوت عشان نكسر بيه الازاز، احنا بنعرفكم ان الخلاط ده قوي جدا، عشان زي ما اتفقنا وزي ما قلنا رمضان داخل علينا، هنجيب مانجا مجمده هنخلطها، وهنجيب مانجا وهنجيب فراوله هنخلطها، تمام. احنا بس جايبين الازاز وجايبين الطوب وجايبين التلج اللي احنا نوريكم ان الخلاط فعلا قوي وما بيبص بسرعه. اصل في ناس كتير بتقول في التعليقات ان الخلاط بيبوظ بسرعه، انت فعلا عندك حق، ممكن يكون بيبوظ بسرعه عشان مش ماركه سكاني، ممكن يكون عندك ماركه ثانيه او جايب ماركه ثانيه فعشان كده باظت. فنوري لحضراتكم كده على السريع ازازه الحاجه الساعه اهي قدام حضراتكم، هنحطها بالشكل ده كده، تمام. وهنقفل الخلاط بتاعنا كويس وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين ازازه الحاجه الساقعه بقت عباره عن رمل. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر، ديت ازازه الحاجه الساقعه الشويبس قدام حضراتكم اهيت زي ما انتم شايفين بنفس الشكل، والخلاط ضد الكسر زي ما اتفقنا، ولا جرى له حاجه ولا اتاثر باي حاجه خالص، تمام. ازازه حاجه ساقعه ثانيه اهيت لسه فاتحينها وجواها العصير بتاعها قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين اهو، العصير بتاعها قدام حضراتكم اهوت. صلى على النبي الاول، تمام، عليه افضل الصلاه والسلام. بقى عباره عن عصير تلج زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. زي ما انتم شايفين ازازه الحاجه الساقعه ومعاها الميه بتاعت الحاجه الساقعه الشويبس اهيت، ديت اول تجربه قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. بعد كده هنجيب قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين الفراوله المجمده، تمام، قدام حضراتكم بالشكل ده كده، وهنحط معاها شويه ميه صغيرين. زي ما اتفقنا الخلاط دوت قوي جدا، واحنا يا جماعه بنكسر كل الحاجات ديت عشان نعرفكم ان الخلاط قوي والخلاط عليه عرض جامد. وزي ما اتفقنا الاسعار في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، لسه حاجات بسيطه على رمضان، كل سنه وانتم طيبين، الاسعار هتزيد جامد، فانت تيجي تلحق، يا اما تعينه عندك في البيت، يا اما عندك بنت ولا حاجه او عندك حد في العيله عاوز تديله هديه او اي حاجه تعينه في الجهاز بتاعها، مفيش اي مشكله. دوت منتج مميز جدا وهيشرفك جدا بجد، من محلات عنون بالمنصوره ارخص سعر في مصر. قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين اهو. شغال يا وحش؟ شغال يا قلب الوحش. عنون اول مغرب بيعمل المستورد للمستهلك مباشره. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم الفراوله بقت
اللي كانت مجمده وكانت تلج بقت خلاص بقت عصير في ثانيه. يعني في رمضان هتعمل عصيرك في ثواني. بص زي ما انت شايف، بص جوه الخلاط، خلاط مميز جدا على فكره يا جماعه، واللي هيشتريه فعلا هقول لك ايه، مش هيخسر كتير، لا هيكسب كتير، عشان زي ما اتفقنا الاسعار بتزيد. الجديد ده معانا النهارده، تمام. هنجيب قالب طوب، طبعا احنا مش هنحط كله، تمام، هنحط حته منه صغيره زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهوت، مفيش مشكله. هنحطه ونفرجه لحضراتكم ازاي بيكسر الطوب. ده الجديد بتاعنا النهارده في الفيديوهات. وعلى فكره يا جماعه دي تحديات الناس تحدتها لنا في الفيديوهات وقلنا نفرجها لحضراتكم. هنجيب قدام حضراتكم الطوب، زي ما انتم شايفين يا جماعه قدام حضراتكم، احنا حطينا شويه ميه مع الطوبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبقت ميه. بص ده عصير طوب. اخر حاجه بقى زي ما اتفقنا وزي ما قلنا في كل فيديوهاتنا، هنجيب المانجايه المتلجه اللي لسه طالعه من الفريزر قدام حضراتكم، هنحطها عشان الناس في رمضان تجرب تعمل العصير الفريش الساقع السموزي اللي الناس بتقول عليه الحاجه اللي هتكسر الدنيا فعلا. شغال يا وحش؟ شغاله يا قلب الوحش. عنون مش هقول احنا مين عشان احنا معروفين. سمعهم. سمعهم يا يوسف وابعتها له يا يوسف. ابعتها له. بصوا يا جماعه، هنجيب المانجا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، هنقطعها النصين ونشيل طبعا منها نوايه البذر، وهنحطها في الخلاط قدام حضراتكم. زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، قرب كده عليها بالكاميرا، حاطين المانجايه كامله زي ما قلنا لحضراتكم، وشيلنا منها النوى وحطيناها بالقشر بتاعها كمان، وهنخلطها وهي متجمده تلج. زي ما انتم شايفين يا جماعه، حطينا التلج قدام حضراتكم، وكمان هنجيب التلج بتاعنا المتجمد وهنحطه في الشفشه عشان نعمل زي ما قلنا لكم العصير المانجا السموزي اللي الناس كلها بتدور عليه. طبعا السموزي يا جماعه ينفع في المانجا، ينفع في الفراوله، ينفع في التوت، ينفع في اي حاجه. شغال يا وحش؟ شغال يا قلب الوحش. عنون اسمي عن الثقه. في ثواني يا جماعه زي ما انتم شايفين فرم المانجا قدام حضراتكم، زي ما انتم شايفين عصير المانجا بتاعنا السموزي. الله الله الله، يا تكاته يا حركاته يا عنون. بصوا يا جماعه، المانجا اللي جت متجمده بقت عصير. زي ما اتفقنا وزي ما قلنا، عنون دايما عنده كل جديد، منتظرينكم بمحلات عنون، ارخص سعر في مصر وتحدي، وابعتها له. كل سنه وانتم طيبين. إلى علي عنون، من نجاح لنجاح دايما يا رب. ربنا يوفقك في اللي انت فيه وتشرف اكتر واكتر، تشرف عيلتك كده وترفع راسها لفوق يا علوة. ربنا يكرمك، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. علي عنون ربنا يكرمك يا رب. تحياتي ليك.